السلام عليكم شباب، معكم يوزر أو يوزر في جديد وبحلقة جديدة. طبعا الشباب اليوم وأخيرا الفيديو المنتظر، فيديو راح يكون عن الأشخاص الذين يستقلون الدين الإسلامي حتى يجيبون شوية مشاهدات ولايكات. يعني ما تقولون يوم شي يخلصكم من عندي، يوم أيام ألزمكم ألعب بيكم لعب. فشباب قبل لا نبلش حطونا لايك وحطونا اشتراك وخلي نبدأ. فأنتم تجيبون مشاهدات بالدين، فأنا اليوم راح أجيب بكم مشاهدات. فالشباب نبلش بأنواعهم، هواية حرفيا هواية، ما راح أقدر أذكرها كلها، راح أذكر إيش كم واحد يعني. النوع الأول اللي يحط لك آية قرآنية، يقول لك لو ما تشير هاي الآية راح تسمع خبر مو حلو. من إن شاء الله أنت تسمع خبر مو حلو، شنو بكيفك يا جبر. لو اللي يحط تنكسر إيدك لو ما تشير آية، لا انكسرت إيدك أنت إن شاء الله شنو جبور. يعني حرفيا ذابحين روحهم على المشاهدات، يعني تحسهم اجتلاب مشاهدات. ويعني هو التيك أصلا ما بي فلوس، يعني ليش ذابحين نفسكم هيجي. يرو عزة تجيب مليون لايك ومليون مشاهدة، هم ما يعطونك لو ربع لو فلس ما يعطون، بس اليوتيوب بي بس التيك توك ما بي. ليش ذابحين نفسكم ما أدري يعني صراحة. لو اللي يجيب كلام عن النبي، هو النبي أصلا ما كايده، يجيب كلام كله كذب بكذب. يعني الله عليك، عفت الناس كلها تروح عنه بتكذب عليه. يابا حرام، اقعد راحة شوية، اقعدوا راحة. جماعة التيك توك تستقلون الدين، قعدوا شوية راحة. للعلم كلامي على هؤلاء اللي يستقلون الدين فقط، يعني مو على الكل، يعني مو يجي واحد ياخذ على روحه. ترى قصدي بس على هؤلاء اللي يستقلون. فياب. لا، والبعد اللي يحط لك ملك الموت ينتظرك حتى تشرع الآية ويقبض روحك، من قبضت روحك انت ان شاء الله. يعني ملك الموت ينتظر، هو لو جاك ملك الموت وانت لو تلحق تلمح خوش نوم ينتظرك. لو هذا اللي يكتبون بالتعليقات حساب ديني هل يوجد دعم؟ لا ما يوجد. شنو انت مسوي حساب ديني على مود الله سبحانه وتعالى؟ لا، على مود الناس، على مود بس الشهرة، عم يشوفوني يعني انشر محتوى ديني. لو هذا ينشر صورة حسابه ويكتب عليها مجرد حساب ديني وحد يدعمه، هي مو حد يدعمه، شو تريد يعني شنو نجبر حد يدعمك انت؟ ترى دعموك لو ما دعموك لا تقدم ولا تأخر، بس ما حدا تريد يدعمك بسيارة لو شنو. لا هاي شباب بعد ما انكر بعد ما كنا سخيفة هاي. يا شباب، لو اللي بعدهم يجيبون معلومات كذب عن الدين بس على مود ايش كم مشاهدة، يا بس على وجهكم شوية. يجيبون معلومات كذب عن الدين، عفتوا كل شي على الدين. يا أخي قعدوا راحة شوية، اقعدوا. لو اللي قاعدين يسوون تفرقة بين السنة والشيعة، يا شنو جابكم على الطائفية فتقندرت يش انتو. ها، يعني انت جالس تفرق بين طائفتين، بين سنة وشيعة. يا أخي هم أخوة، كلهم يعبدون إله واحد، كلهم نبيهم واحد. ليش جاي تسوي تفرقة؟ ترى حرام، ترى المسلمين كلهم أخوة، فما يصير قاعد تسوي تفرقة بيناتهم. سواء سني شيعي ماكو فرق، اثنينهم يعبدون إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، واثنينهم نبيهم واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليش تجي انت قاعد تسوي تفرقة بيناتهم؟ فاقعد راحة لو انا قاعدك راحة صدقني. وللعلم تذكير كلامي بس على يسوون تفرقة بين الطائفتين ويستقلون الدين، يعني مو على الكل، يعني ما يحتاج تاخذها على نفسك. لو هذا اللي يسوون محتوى ديني مو عمودهم يحبون الدين، لا، هو تكون نيتهم بس عمود الناس يقول يعني ايش شوفوا يسوون محتوى ديني وهاي. هو ما ودي الدين، هو ما يحب الدين، بس هيك الناس عم يقول لا تشوفوا ينشر محتوى ديني هاي. حرفيا ما ادري يحس. واللي يستقلون الدين هواي والله أفضل منا الباكرة ما خلصهم. هو بس شباب، طبعا ما اقول لك لا تنشر محتوى، لا ما اقول لك لا تنشر محتوى ديني، بالعكس انشر، سوي حساب محتوى ديني كلها تدعمك، بس مو تستغله. شنو ترى حرام، هاي كلها هاي السوالف كلها كلها حرام. وبس شباب، وبعد نهاية الفيديو هذا أقول لكم كان معكم من وزارة في جديدة بحلقة جديدة، وسلام.